وهنا الضابط قال: أستاذ عمر، هتقدر تتكلم؟ أيوه. وهنا ردت ملاك: أنا كنت رايحة مع بسنت صاحبتي لأن هتقابل زميلها يديها ملخصات للامتحانات، فأنا سبتها على أول الشارع وقلت لها هدخل أجيب كارت شحن من عند الأستاذ. وهنا تنح عمر، وهنا رد الوزير: كملي يا حبيبتي، وإيه اللي وداك الحارة دي وحصل إيه؟ خرجت من المحل يا بابا ومشيت في الشوارع عشان أشوف بسنت لحد ما لقيت نفسي في المكان الغريب ده، وكان في شباب شكلهم مش مظبوط خالص وقفوني وبقوا يضايقوني لحد ما ظهر فجأة واخدني منهم، بس هما ضربوه. نعم يا اختي، ضربوني ليه؟ ما شفتنيش ولا بستفافهم التراب؟ ما اكيد، ما هو الدليل قدامي اهو. هما اللي اخدوني على خيانة. فرد الضابط: وانت يا استاذ عمر ظهرت ازاي في المكان ده؟ شكلها واسلوبها وطريقة كلامها يعني واضحين جدا انها مش من المنطقة، ولما شفتها داخلة في الشارع ده وانا عارف انه هيوصلها على الحارة دي وفيها الشباب دول، قلت اروح اشوفها لا تكون تايهة او حد يأذيها. فرد الوزير: انا مش عارف اشكرك ازاي على شهامتك دي يا ابني، تسلم. ده الكارت بتاعي وفيه رقمي الشخصي، لو احتجت اي حاجة كلمني فورا. جميلك ده انا عمري ما هنساه. مفيش داعي يا سيادة الوزير، لو اي بنت كنت عملت كده، وده من حسن تربيتك واخلاقك يا ابني، وانا برضو هيسعدني لو انت اتصلت بيا. اتفضل. اخذ منه عمر الكارت عشان ما يحرجش الراجل، فاستأذن الوزير وخرج. كانت عيون ملاك على عمر، وهو كمان من جواه بيقنع قلبه انه ما يفكرش فيها تاني. مشيت ملاك، وهنا ردت اخت عمر: بس انا قلبي بيقول لي ان دي مش اول مره تقابلوا بعض فيها. قلبك ده لو ما تلمش هقوم الم وانا. بس منك ليها ايه؟ مش شايفين اخوكوا عامل ازاي؟ بس شفت عيون بنت الوزير كانت عامله ازاي على اخوكم؟ انفجرت البنات في الضحك. مش معقول يا امي هتبقى انت كمان عليا؟ بس والله انا عندي حق. في الجامعه كانت قاعده بسنت في الكافيتيريا بتبكي، وهي مرعوبه بعد اللي سمعته من الناس في المنطقه ان في بنت غنيه تعرضت للهجوم. انا السبب، اكيد ملاك اتأذت بسببي، انا السبب، بلك في المستشفى بسببي انا. ايه دي؟ في ايه؟ مالك؟ رفعت بسنت عينيها لقيت فريد واقف قدامها. انا السبب، مالك حصل لها. بص، مش انت اللي كنت متقدم لها؟ اعمل نفسك بتتصل بيها عادي يعني وطمني عنها بالله عليك. هو ما كانش فاهم فطلع فونه. هو حصل لها ايه بالظبط؟ اتصل بس عليها، بيقولوا اتعورت والاسعاف جت. غمضت عينيها وهي بتفتكر لما لقت الاسعاف معديه من قدامها، وبعديها عربيه ابو ملاك اللي شافتها بوضوح. كانت واقفه مصدومه ومش فاهمه في ايه. لقيت ستات واقفين. يا اختي شكلها بنت ناس وجامدين، بس يا حبة عين الكلاب الشمامين اكيد عملوا فيها حاجة. بس هي يا اختي ايه اللي دخلها الحارة دي وايه اللي جابها المنطقة دي من اصله؟ ردت واحدة تالتة خالص: ربنا يستر على ولايانا يا اختي، الحارة دي على طول بيجي فيها ولاد الاكابر علشان يشتروا الهباب. تلاقيها عندك حق، تلاقيها جاية يا اختي تاخد الجرعة. لا يا اختي، بس بيبانش عليها، وكمان الولا محمود ابني بيقول دي كانت تايهه. ربنا يستر، دي لو حصل لها حاجه الحاره كلها تتقلب من فوقها لتحتيها. ما تعرفيش يا اختي مين دول اللي اذوها؟ هيكون من غيرهم يا ام محمود. بس انت اعصابها ثابت واتحركت بسرعه على عربيتها وهي عماله تترعش ومش عارفه تعمل ايه. نهارك مش معدي على خير يا ملاك، يا ترى حصل لك ايه؟ لا ان شاء الله مش هيكون في حاجه وحشه. يا ربي، طب اروح فين دلوقتي؟ اروح المستشفى؟ لا، مش هقدر اشوفها كده. فضلت تعيط لحد ما راحت اخيرا الجامعه، فقيت من سرحانها على صوت فريد. يعني هي كويسه يا سياده الوزير؟ طيب الشاب اللي معاها ده حالته ايه دلوقتي؟ طب تمام، ان شاء الله هيبقى بخير. الحمد لله على سلامه ملاك. قفل الفون وبص لها. ملاك كويسه، في شاب جه ودافع عنها، هو صحيح اتضرب في بطنه بس هيبقى كويس. ممكن افهم بقى كنت بتعملوا ايه في المنطقه دي؟ عيطت بسنت وبقت تمسح على وشها بجنون. رحت عشان خاطر عشان اعمل. ورحتي هناك ليه؟ عشان اخد الجرعه بتاعتي. بصلها بصدمه. ايوه، انا مدمنه، ادمنت بسبب الحقير ده. لا، مش بسببه، ده بسبب نفسي. انا اللي حقيره، انا نسيت تربيتي وحياتي، مشيت ورا الحرام والوهم. فطبيعي تبقى كده النهايه، صح؟ قدر فريد يجمع الخيوط في دماغه وافتكر ملاك لما قالت له انها اتغيرت من وقت ما حبت طارق.
ومين قالك انك ضعتي؟ حضرتك مش واخد بالك ان انا قلت ايه؟ انا قلت لحضرتك ان انا بقيت مدمنه وبقيت اروح مناطق وحشه وصاحبتي كانت هتضيع مني وبسببي. لسه بتتنفسي؟ يبقى قدامك فرصه تتغيري. صدقيني لو انت ما تعبتيش عشان تغيري الواقع دوت اللي انت عايشه فيه هتتعبي اكتر واكتر، وانت عايشه حياه مش حياتك. فوقي وروحي مصحه او اتعالجي. انت بتقول ايه؟ واهلي يعرفوا؟ ده انا اروح في داهيه لو عرفوا. من ناحيه اهلك فاكيد شاكين فيكي وفي الحاله اللي انت فيها، والموضوع مش هياخد وقت وهيكونوا عرفوا كل حاجه. ساعتها عقابك هيبقى اكبر. اتمنى تبقي قويه كفايه وتواجهي غلطك وتتحملي عواقبه. انا لازم تواجهي اهلك. انا عارف ان الموضوع صعب، بس صدقيني مش هيبقى زي ما يعرفوا من بره او لوحديهم. محدش هيقدر يساعدك زيهم حتى لو ضربوكي. بس ساعتها انت هتفوقي وبعد كده هتفكري 1000 مرة قبل ما تعملي اي غلط. لا لا، مش هقدر، انا مش هقدر اعمل كده. انت ما تعرفش بابا. بابا راجل صعب وصعيدي، وكمان داخل على انتخابات مجلس النواب، يعني ممكن يخلص عليا بدل الفضايح اللي هعملها للعيلة. مصلحتك وحياتك اهم عنده مليون مرة من الانتخابات. شكلك ما تعرفش بابا، عشان كده بتتكلم بقلب جامد. صدقيني مهما كان ابوك ايه محدش هيراعي مصالحك زيه. وبعدين بقى كفايه جلد في نفسك عشان محدش بيعاقبك من بره. انتي مستسلمه نفسك للعقاب. ممكن الموضوع يوصل معاكي لحاله نفسيه وحشه، عقلك هيضيع، وساعتها بقى ممكن تلجأي للانتحار. فالافضل لو تاخدي العقاب الخارجي من اهلك عشان تخففي على نفسك شويه، وبعدها تفوقي وتبقي انسانه جديده. لا، انا مش هقدر اعمل كده. خلاص، عندك اخ اختك بره، حد يقدر يساعدك بعيد عن باباكي، او تعرفي تسافري ليه بره وتتعالجي. خاله عايش في كندا. حلو، خليكي شجاعه بقى وكلميه وتحملي عقابه وكلامه. اطلبي يساعدك بعيد عن باباكي وسافري عنده. ارجعي انسانه جديده واعيه ناضجه. سمعت كلامه وسرحت فيه. عن اذنك. سابها ومشي. فضلت قاعده بتفكر في كلامه واللي كان زي طوق الرحمه ليها اللي اتشعلقت فيه. نروح عند ملاك في اوضتها بعد الحادثه دي باسبوع. دخلت مامتها عليها. فريد مسافر لندن الاسبوع الجاي. اعمل ايه يعني؟ يعني ايه تعملي ايه؟ مامي اكيد يعني مش هروح اقول له اخطبني، هو اصلا في كده في حد في دماغه شكله كده. مش عارفه يا بنتي، رغم ان مامته قالت ليه انه كلمها وهو نازل وفي دماغه الارتباط. مش عارفه، بس اكيد يعني مش هجبره عليا. مامي. نعم. هو عمر اتصل ببابي؟ وبتسألي ليه؟ لا عادي، يعني بشوف هيطلب حاجة مقابل يعني اللي عمله معايا ولا لا. أبوكي قال إنه شاب عنده نخوة وشهامة ومستحيل يكلمه. هو فعلا كده. نعم يا أختي. ما تاخديش في بالك يا مامي. ملاك يا حبيبتي، عشان أنا عارفاكي ومشاعرك دي بتتحرك أسرع من الهوا. عمر يا مامي ما ينفعش، فاهمة؟ ليه إن شاء الله؟ على فكرة التفكير الطبقي ده بقى عقيم قوي. المفروض إن إحنا أكبر من كده. هو أنت في حاجة بينك وبينه؟ لا والله، بس أنا أعرفه يعني من شهر كده لما رحت المكان ده أول مرة، وحكت لمامتها كل حاجة. تمام، شاب ذكي وشهم، بس للأسف مش هينفع يا حبيبتي، ويا ريت بقى تركزي في دراستك. مامي أرجوكي يا بنتي بطلي تعيشي في الوهم بقى، وأنا بحذرك أهو، اوعي تروحي تاني هناك، فاهمة؟ قالت لها الكلمتين دول وسابتها ومشيت. فضلت قاعدة زعلانة. أنا مش ساذجة وأعرف أفرق بين مشاعري كويس، وعمر ده هو فارس أحلامي اللي دايما كنت بتمناه. دموعها نزلت. مرت أيام كتير. نزلت ملاك الجامعة، قابلت بسنت اللي وقفت قدامها، وكان حال بسنت متغير خالص وملامحها بقت صفرة. طب اتصلي واسألي عليا، ده أنا حتى بقالي أسبوعين غايبة. حضنتها بسنت. كنت بطمن عليكي على طول من فريد. مالك يا بسنت؟ أنا آسفة يا ملاك، آسفة يعني إنك اتعرضتي للموقف دوت حصل خير. بقولك ايه، أنا مسافرة بكرة. مسافرة؟ مسافرة فين؟ هسافر كام شهر كده عند خاله في كندا. والدراسة؟ أنا قلت لأهلي إن أنا هكمل أونلاين، بس أنا هسيب السنة دي كده تضيع، ولما أرجع هبدأ من جديد. طب ليه يا بسنت وهتسيبيني؟ لازم أسافر عشان أوقف نفسي عن أذية نفسي وأذية كل اللي حواليا. إن شاء الله هرجع واحدة جديدة. ملاك، أنا عاوزاكي تخلي بالك من نفسك وخليكي زي ما انتي كده، بريئة وحلوة. وصدقيني عمر ده لو حبك بجد هيهد الدنيا عشانك ويحارب الكل. بلاش انت اللي تبدأي،
انت بنت، يعني انت هو اللي المفروض يعمل كل حاجة عشانك، مش انت اللي تعملي. هو اللي يسعى دايما عشان يرضيكي ويكسبك ليه، مش انت يا ملاك. فاهمة؟ وافتكري دايما انك غالية، وكل ما تغلي نفسك هيسعى بكل طاقته عشان يحافظ عليكي. اسمعي كلامي واوعي تغلطي غلطي عشان خاطري. حضنتها ملاك. ارجعي بسرعة ان شاء الله. نروح عند عمر خاف ونزل المحل بتاعه من تاني، وبقى طول الوقت سرحان وبيفكر في ملاك اللي قلبه دق بجنون ليها. دخلت والدته وهي شايلة شنط كتير. أمي، كنت بجيب طلبات من السوق، قلت أعدي أسلم عليك. طب ما خليتيش واحدة من البنات هي اللي تروح ليه؟ قلت أمشي رجلي شوية يا ابني. نورتي المحل. حالك مش عاجبني. مالك؟ ليه بس يا أمي؟ هو أنت حبيت بنت الوزير؟ ايه الكلام ده بس يا أمي؟ حب ايه وبتاع ايه؟ أنا أكتر واحدة عارفاك يا ابني، وعرفك من نظرة عينيك بتفكر في ايه. اتنهد عمر بحزن. انت مش شوية يا ابني، احنا الحمد لله مستورين، عندنا أراضي زراعية تشتري الوزير وعيلته. عندك حق. ايه يا ويلة، انت الأستاذ عمر، ده ناس انك خريج كلية تجارة وأي شركة تتمناك. البلد ما فيهاش شغل يا أمي. خلاص، اعمل لك مشروع كبير وسيبك من المحل ده. انا سمعت في المسلسل اللي بتابعه كان واحد زيك كده، والله خريج تجارة وفتح مكتب ابصر ايه كده اسمه ايه، المهم جاله شغل كتير وبقت شركة كبيرة. بس يا امي المشروع ده محتاج كتير، عندنا الخير كتير يا ابني. بيع لك كده كام قيراط من الارض واعمل اللي انت عايزه. وحق اخواتي ايه بقى ان شاء الله يا امي؟ الله يا ابني، ما حق اخواتك محفوظ، واذا على جوازهم فهي مستورة والحمد لله، ورثي كمان موجود. بيع يا ابني وابدأ، وبعدين يعني لو ربنا كرمك هتبخل علينا بحاجة؟ ابدا والله. طب يبدأ بقى، وقف على ارض صلبة كده، وبعدين لو لقيت مشاعرك كده مستمرة روح ليها يا ابني. ساعتها يبقى معاك مكتب او شركة صغنونة حلوة، بكرة تكبر ومحدش يقدر يرفض. وقدر بقى طلع اعجاب وراح لحاله، وماله، احنا مش خسرانين حاجة، او هتبقى راجل اعمال ملو هدومك، هو النجاح وحش؟ لا. وبعد مرور شهر نزلت ملاك الحارة وهي جواها توتر شديد. راحت عند محل عمر بس اتصدمت لما لقيته مقفول واليافطة متشالة. رجعت بحزن لعربيتها ومرت شهور كتير، وبعد 5 شهور بالظبط دخل ابو ملاك عليها. كانت قاعدة في اوضتها قدام اللاب. مساء النور على حبيبة بابا. مساء الورد على احلى اب في الدنيا. ها يا حبيبتي عامله ايه؟ اهو بدور على اي مكتب اتدرب فيه يا بابي. ما قلتيش ليه انك عاوزه تشتغلي، وانا من بكره الصبح هشغلك. بابي حضرتك عودتني دايما اعتمد على نفسي، وعشان كده انا هبدا من الصفر. عاش بجد يا ملاك، فخور بيكي. قدامي مكتبين صغيرين وهما دول بس اللي فيهم امل يقبلوني، لانهم لسه فاتحين من فتره صغيره. قدمي فيهم واتكلي على الله. صحيح، فريد واهله معزومين على العشاء عندنا النهارده. وايه سبب العزومه؟ والده هنا في زياره، والشاب بصراحه مؤدب جدا، وبقينا على معرفه حلوه، فقلت ذوقيا كده عزمه. صحيح، هو ليه ما سافرش؟ هو سافر ورجع من شهرين ولا هيكمل هنا. اها. المهم ركزي انتي في اللي انتي بتعمليه. بابا يا عيني لو سمحت، ممكن ماما يعني ما ترجعش تتكلم في موضوع فريد ده تاني؟ ما تقلقيش. عيونك ليه لسه حزينه يا ملاكي؟ مش عارفه ليه يا بابا، انت حضرتك مصر ان انا زعلانه يعني. حاسس كده انك بتفكري في حاجه مزعلاكي. صدقني ابدا. اتمنى. مرت الايام وراحت ملاك المكتب. دخلت لقيت السكرتيره في وشها. اتفضلي، اقدر اساعدك ازاي؟ عندي ميعاد مع المدير عشان المتدربه الجديده. ايوه، طب اتفضلي هو مستنيكي. دخلت ملاك. مساء الخير. مساء النور. قال هو بيرفع عينيه وهنا اتصدم. عمر؟ ملاك عيونها دمعت وما بقتش مصدقني دعوتها استجابت اخيرا. عامله ايه يا ملاك؟ هو انت المدير؟ ايوه، بس مالك زعلانه ليه؟ لا، أنا في حاجه دخلت في عيني شويه. مسحت عيونها وهو ابتسم. اقعدي. اتفضل، السي في بتاعي اهو. مش محتاجه، ولو حابه تتعيني مكاني انا ما عنديش مانع. لا مش للدرجه دي. احنا طول يا ملاك هانم. ملاك هانم بنفسها تنور مكتبنا المتواضع. عملته امتى ده وازاي؟ حكى ليها كل حاجه. مبسوطه قوي بيك. اهلا بيكي في مكتبنا.
خلصت وتعينت ملاك، ومرت أيام بسعادة شديدة عليهم هما الاتنين. وفي يوم جديد دخلت ملاك عند باباها. ماما يا بابا. خير؟ أنا يعني جايلي عريس. مين هو؟ هو مدير المكتب اللي أنا شغالة فيه. أيوة، يعني ابني مين؟ مش من عيلة معروفة. وهنا رد الأب: فاكرة عمر اللي أنقذها يجي من سنة ده؟ أنت إزاي عرفت يا بابي؟ أكيد يعني مش هسيبك تشتغلي في مكان بدون ما أعرف عنهم أي حاجة. قعدت وتوترت وبقت تبص لهم بقلق. عمر شخص هايل وأنا موافق. بصيت له ملاك بصدمة ومش مصدقة. لو هشوفك مبسوطة كده فأنا موافقة أنا كمان. صرخت بسعادة، حضنتهم بدموع. انتوا أحلى عيلة في الدنيا كلها. ابتسم ليها الأب بحنان. مرت الأيام واتجوزت ملاك من عمر، وعاشوا في شقة بسيطة جنب المكتب. كانوا دايما خير والسند لبعض وعايشين في سعادة شديدة. في كندا دخل الدكتور أوضة بسنت. أظن إنك تعافيت الآن وتستطيعين العودة لبلدك مرة أخرى. بصيت له بسعادة. شكرا لك. ولحد هنا قصتنا خلصت. استنونا في قصة جديدة، والوصل بنا آخر الحلقة يعمل شكل القناة ولايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.